خليني أقول لك الحقيقة من أول دقيقة، من غير لا لف ولا دوران ولا تجميل. أنت ما بتفشلش إنك تدخل فلوس من الإنترنت، مش عشان أنت غبي، ولا عشان مش بتتعب، ولا حتى عشان الفرص خلصت واللي سبق كان النبأ والكلام ده. أنت بتفشل لأنك داخل المجال ده بعقلية غلط، والعقلية دي اتزرعت فيك من المحتوى المضلل اللي أنت بتشوفه، المحتوى اللي بيبيع لك أمل الثراء السريع، زي الفيديوهات بتاعت ازاي تكسب $1000 في اليوم، وازاي انا كسبت $10,000 في الاسبوع، والمحتوى اللي مش حقيقي ومش مبني على فهم حقيقي. لو انت داخل تسمع وعود زي دي فالفيديو ده مش ليك. لكن لو عايز تفهم ليه اغلب الناس بتفشل رغم المجهود، كمل الفيديو ده للاخر. اول غلطة الناس بتقع فيها انها بتبدأ بسؤال غلط. السؤال اللي بيكون دايما: اكسب من ايه؟ من اليوتيوب ولا من الافيليت؟ طب ما نجرب التجارة الإلكترونية، وليه ما نشتغلش فريلانسر؟ السؤال ده شكله منطقي، بس للأسف هو سبب الفشل الأساسي، لأنه بيخليك تدور على طريقة مش على فهم حقيقي. أي طريقة من غير فهم هتشتغل شوية وبعدين تقع، زي المشاريع اللي على أرض الواقع. الحق ده المطاعم بتكسب، يروح جاي رايح رامي راس ماله كله في مطعم وهو ما عندوش أي خلفية في المطاعم، فتلاقي في السنة الواحدة فتح 50-60 مطعم وآخر السنة كلهم قفلوا. بتنجح في 1% 2% بالصدفة. خلينا أكون صريح معاك، في صناعة كاملة على الإنترنت وظيفتها إنها تخليك تحس إن المشكلة فيك أنت، تحس إنك لو فشلت يبقى لأنك ما التزمتش، ما اشتغلتش كفاية، ما طبقتش الخطوات صح. بس ما حدش بيقولك إن الخطوات دي أصلا مش معمولة لكل الناس. المحتوى ده هدفه مش إنك تنجح، هدفه إنك تفضل تشوفه تاني، يديك أمل، تجربة، إحباط، ينزل لك فيديو جديد تتابعه تاني يديك أمل، وهكذا، ودوامة ما بتخلص. أكبر فخ بيقع فيه أي شخص داخل المجال ده هو التقليد الأعمى. تشوف واحد نجح على اليوتيوب تقلده، تشوف واحد بيكسب من الأفيليت تجري وراه، تشوف واحد بيبيع كويس وعنده متجر محترم تفكر إن الطريق ده هو الصح. بس عمرك ما سألت نفسك: والشخص ده بيعرف يعمل إيه؟ إيه الخبرات اللي عنده؟ كان عنده وقت قد إيه؟ صبر قد إيه عشان يوصل للمكانة اللي هو فيها؟ أنت بتقلد النتيجة نفسها من غير ما تشوف الخلفية اللي عند الشخص ده. وده زي واحد شاف لاعب محترف، راح جاي رايح جايب لبس كورة وكوتش كورة نفس بتاع اللاعب ده، وبقى مستغرب في الآخر: أنا ليه ما بجيبش جوان؟ أنا ليه ما بقتش محترف زيه؟ خليني أقول لك على السؤال الصح اللي لازم تسأله لنفسك قبل ما تدخل المجال ده: أنا بعرف أعمل إيه؟ وبكره أعمل إيه؟ وأقدر أستحمل فترة طويلة قد إيه من غير نتيجة؟ هل أنا بعرف أتكلم كويس؟ هل أنا بعرف أشرح كويس؟ ممكن أكون بعرف أكتب كويس، أو أنا راجل بياع بعرف أبيع كويس، ولا حتى أشتغل شغل ممل بصبر ولا ما بصبرش. أي طريقة في الربح من الإنترنت لو مش مناسبة لشخصيتك هتكسرك نفسيا قبل ما تكسبك ماديا. خلينا أديك مثال واقعي جدا. شخص بدأ قناة يوتيوب، أول شهر مشاهدات صفر. لو دخل بعقلية الوعود اللي كان بيسمعها من الفيديوهات اللي هي إزاي تكسب $1000 في اليوم وإزاي $10,000 في الأسبوع، هيقول اليوتيوب مش شغال ومفيش حد بيدخل فلوس من اليوتيوب. لكن لو داخل بعقلية فهم، عنده محتوى فعلا عايز يفيد بيه الناس، هيقول أنا لسه بتعلم، لسه ببني، ولسه الناس ما تعرفنيش. الاتنين عملوا نفس الحاجة، بس واحد هيكمل وهينجح، والتاني بعد 10-15 فيديو هيقول لك المجال ده مش مجالي والمجال ده نصب وما بيجيش منه فلوس. الاتنين عملوا نفس الحاجة، بس كل واحد كان عنده فيه فرق في التوقعات بتاعته. خليني أكون قاسي معاك شوية: الربح من الإنترنت مش للكل.
مش لأنه مستحيل، لكن لأنه محتاج صبر، محتاج وعي، مش اندفاع. الناس اللي بتنجح مش أشطر منك ولا حتى أذكى منك، بس هم اختاروا طريق شبههم وكملوا فيه وما زهقوش ولا حسوا بملل. حتى وإحساس الشك موجود عندهم فضلوا مكملين. لو أنت داخل المجال ده وفاكر إنه ده الفانوس السحري، وأنت خلاص لقيت الحل السحري وهتدعك الفانوس هتبقى مليونير، فالقناة دي مش ليك. لكن لو داخل عايز تفهم قبل ما تبدأ وتبني طريق يناسبك، مش نسخة من حد تاني، طبع القناة هنا. جاي مش سهل بس حقيقي.